لو فرحِك قرّب وتايهة بين جلسات الليزر ومشاكل البشرة والغمقان وتساقط شعر، فالحلقة دي ليكِ أنتِ، طول ما أنتِ على وش جواز. أهلًا بيكم في بودكاست على وش جواز. النهارده ضيفتنا دكتورة إنجي عزوز، أخصائية التجميل والليزر. أهلًا بيكِ يا دكتور. أهلًا بيكِ يا حبيبتي. دكتور أنا فرحي بعد شهر، أعمل إيه؟ عندي هالات سودا، عندي أماكن كتير غامقة، بيظهر لي حبوب تحت الجلد. طبعًا أكيد سمعتِ الجملة دي كتير أوي. حقيقي سمعتها كتير أوي، وللأسف إحنا كده بنبقى مزنوقين جدًا في الوقت، يعني ما فيش حاجة اسمها قبل فرحي بشهر أجري أشوف إيه المشاكل اللي عندي. المفروض إن أنا في الطبيعي ما اسيبش عندي أي مشكلة، بحيث لمّا تيجي النصيب أو ييجي الظروف إن أنا هاتخطب أو هاتجوز أكون أصلًا جاهزة. طيب بلاش أنا مثلًا مش في مُخّي خالص الجواز أو الارتباط دلوقتي، بس أكيد من once إنه حصل خطوبة آجي بقى أروح لدكتور، أروح لأخصائي، أشوف بالضبط إيه المشاكل اللي عندي، ما استناش بعد ما أحدد ميعاد الفرح وأحجز القاعة وأروح أشوف بقى أجري أشوف أنا مين هيحل لي إيه، لأ ده بيبقى يعني شوية يعني الوقت ضيّق على حاجات كتيرة. ده حقيقي، بس هُم عشان بيتشغلوا في حاجات تانية كتير أوي، أوي، فأكيد بيتزنقوا في الفترة الأخيرة. ما هو جلسات الليزر مثلًا، أنا عارفة إن هُم المفروض يبدأوا فيها من بدري. من بدري بالضبط، ما هو الفكرة بقى إن أنتِ كده أولًا هتضغطي نَفْسِك، وهتضغطي بشرتِك وجلدِك، وهتضغطي فلوسِك، وفي الآخر ممكن ما تاخديش الresult أو النتيجة اللي أنتِ عايزاها. فكل ما بيكون الواحد بادي يعني الحلول المشاكل بتاعته من بدري، كل ما بيكون أحسن. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تتكلمي فيها مثلًا في خلال شهر لو هاعمل session أو جلسة تنضيف بشرة، أو لو هاعمل session أو جلسة نضارة، دي ماشي، ده في خلال شهر أوكي، لكن عندي مشكلة، عندي غمقان، عندي حبوب، عندي تساقط في شعري، عندي شعر في جسمي، إزاي كل ده في شهر؟ لأ، ده بيبقى يعني تخيُّل مش مضبوط من العروسة أو من الناس اللي بتبقى داخلة على جواز. طب هي المفروض تبقى فترة قد إيه بالضبط؟ ما هو كل حاجة بقى وليها الوقت بتاعها. أنا هاتكلّم بصفة عامة بصرف النظر عن الإجراء ده إحنا بنعمله أو لأ، بس أنا هاتكلّم على حاجات كتيرة يعني. يعني على سبيل المثال لو هنتكلّم على الليزر مثلًا، ليزر إزالة الشعر، فبنتكلّم على سَنة، لإن الجلسة بتتعمل كل شهر كل 45 يوم، فيا دوب على بال السَنة ما تعدّي يبقى 12 جلسة، يبقى يا دوب كده أنا حلّيت مشكلة الشعر. لكن ما فيش حاجة اسمها آجي قبلها بشهر. لو باتكلم مثلًا حد عنده تساقط في الشعر مثلًا، أقل حاجة من 3 ل6 شهور، ما فيش حاجة اسمها برضه آجي قبل فرحي بشهر. فإحنا كده الليزر كده قُلنا سَنة، الشعر من نقول 6 شهور. طَب عايزة أعمل حاجات على الموضة، عايزة أعمل fillers، عايزة أعمل botox، عايزة أعمل كده، بنتكلّم مثلًا في شهر، بحيث تكون لو في توريم، لو في زرقان، لو في يعني أي حاجة تكون خلاص راحت في خلال الشهر ده، وتبتدي بقى النتيجة الحلوة هي اللي تبان. إمتى بقى الحاجات اللي أعملها قبل الفرح على طول في خلال أسبوع من الفرح، يعني ممكن التنضيف البشرة ده اللي في خلال أسبوع، ولو هاعمل حُقن نضارة ممكن في خلال أسبوعين، حُقن النضارة العادية خالص مش المحفزات يعني. أو الجلسات اللي هي زي الDermapen أو الحاجات اللي هي الظريفة دي، دي بتكون في خلال معانا من أسبوع لأسبوعين أو أسبوع ل10 أيام، حلو جدًا، لكن أي إجراءات تانية لأ، لازم وقت قبلها، فبلاش نزنق نفسنا وفي الآخر هاطلب نتيجة مش هتحصل. طب ماشي، إحنا هنمسك بقى إيه، خطوة، خطوة. خطوة الليزر، أنتِ قُلتِ المفروض سَنة. هل مضبوط. السَنة دي يعني وقت كافي هيدّيني الإجابة المُجزية أو النتيجة المُجزية اللي هتخلّيني أنا راضية عن نَفْسي بيها؟ أنتِ آه. أكيد عارفة إن لازم العروسة تبقى لأ، perfect قمراية. هتدّي على الأقل نسبة رضا 80، 90%. أصل أنا لو قعدت سَنة باعمل جلسات وأنا الشعر في جسمي زي ما هو، يبقى أنا في غلطة في الموضوع، آه، يا في الجهاز ناس مش مضبوط، يا الtechnician مش عارفة تضبّط الجهاز على جسمي، لكن الصح إن أنا أكيد في خلال سَنة أكيد هالاقي على الأقل نتيجة بنسبة 80، 90% ترضيني. هو كده أو كده الليزر ما بيعملش إزالة للشعر بنسبة 100%.
وما فيش حاجة اسمها sessions أو جلسات ليزر بتخلص، لإن الليزر بياخد وقته، وبعدين لازم نفضل بنعمل retouch كل فترة. ف فلازم طبعًا أكون على الأقل واخد نتيجة مرضية في خلال سنة، وقت كافي. طيب إحنا دايمًا بنركّز إن العروسة هي اللي لازم تعمل تنضيف وتركّز أوي مع نفسها لازم إمم. تبقى قمراية يوم الفرح. إمم. هل في رجالة بتبقى مهتمية بالحتّة دي برضه زي البنات؟ هو الاهتمام بالنفس حاجة جميلة سواء راجل أو سواء بنت. و وما فيش شك لو أنا كراجل مهتم إن أنا أدخل على جواز يعني عامل ليزر مثلًا، محدد دقني بالليزر، عامل مثلًا إزالة للشعر في الأماكن اللي مش مرغوب فيها، لو حاسس إن أنا عندي بعض المشكلات بهتان جلد مثلًا زيادة مثلًا في وشي، في رقبتي، حاسس يعني إجمالًا يعني المشاكل اللي ممكن يكون الرجالة متعرضين لها، لو هو يعني فكّر إن هو يعمل الإجراءات دي قبل الفرح، أكيد دي حاجة هتبقى بتدّي له ثقة في نَفْسه، ده أول حاجة. تاني حاجة هتخلّي الطرف التاني أكيد يعني أكيد مبسوطة وفرحانة، لإن الاهتمام بالنَفْس حاجة جميلة بصرف النظر عن أنا كبيرة، صغيرة، بنت، شاب، طفل، الاهتمام بالنَفْس حاجة مهمة. أوكي، طب جالِك حد قبل كده في الحالة دي، جالِك راجل قال لِك أنا فرحي بعد فترة كذا عايز أعمل 1، 2، 3؟ هو في بيقول أنا فرحي بعد فترة عايز أعمل وبيحكي المشاكل اللي مضايقاه، وفي بيقول لِك مثلًا قولي لي مثلًا حضرتِك شايفة مثلًا ممكن أعمل إيه؟ فهنا يعني بنبتدي هنتكلم مثلًا إنه في رجالة كتير عندها جلد زيادة دايمًا، يعني مش دايمًا بس الأغلب، في وشه، في رقبته، تحت عينيه، وده ممكن الحاجات دي تتشال مثلًا قبل الفرح. ممكن ييجي لو عايز يحدد دقنه مكان ما بيعمل shaving في الدقن أو كده، أو بيحددها بتعمل حبوب، فبالنسبة له لو عمل ليزر تحديد بتكون طبعًا يكون أفضل وأفضل. لو أنا مثلًا جاي بيعرق مثلًا ممكن ييجي يعمل botox مثلًا اللي هو بتاع التعرُّق علشان ما تبقاش ريحته وحشة قبل الفرح أو بيعرق كتير وقت فرحه، أكيد كل دي حاجات جميلة. بس صعب إن إحنا نقول إن في حاجة معيّنة كل الناس بتعملها، لأ، لإن المشكلة اللي عند فلان غير المشكلة عند حد تاني، فحسب المشكلة أو الحاجة اللي مضايقاه هي دي اللي إحنا بنحاول إن إحنا نحلّها. أكيد طبعًا. طب نرجع تاني بقى للfiller وتنضيف البشرة والكلام ده كله. الfiller ممكن البنت تعمله قبل الفرح بقد إيه؟ عشان بيحصل تورمات وبيحصل ما حاجات. هو برضه لو كان قبل أنا فاهمة قصة التورمات، بس هو إمم. ما بيبقاش قبل الفرح بكتير، يعني آخره أسبوع، علشان حتى النتيجة بتاعة التنضيف ما تروحش، لإن كمان معروف إنه أي عروسة قبل الفرح بتعمل مشاوير، بتفرش في شقتها، بتجهّز في شقتها والكلام ده. فبرضه ما بقاش إحنا عملنا لها session تنضيف بشرة ورجعت هي بهدلت نفسها، فأسبوع ده حد أقصى هو ال الح ال 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 التوقيت المضبوط من رأيي أنا، يعني 3 أيام قبل الفرح حلو جدًا. يعني إيه الحاجات بالضبط اللي العروسة تمشي عليها أو البنت تمشي عليها قبل الفرح؟ يعني التنضيف الأول والّا filler والّا حمام مغربي والّا الحنة، رسم الحنة؟ ما في ناس بتتحسس من رسومات الحنة والtattoo إمم. والكلام ده كله. يعني تمشي إيه الخطوات في الأسبوع، يعني تعمل إيه قبل إيه؟ طيب أنا قُلت برضه في بداية الحلقة معانا النهارده، إنه أنا هاتكلّم بصفة عامة عن الإجراءات بصرف النظر عن يعني إن كنت أنا باعملها أو لأ، أو هي متاحة أو لأ، بس إحنا لو بنتكلّم عن الإجراءات بصفة عامة اللي المفروض تتعمل، بيكون في أواخر الحاجات تنضيف البشرة والsessions لو هي هتعمل طبعًا حمام مغربي أو هتعمل الspa وmedical spa والحاجات دي، ده بتبقى ظريفة قبل الفرح معانا من يومين ل3 أيام حلو جدًا. بنتكلّم مثلًا لو حد هيرسم حِنّة يعني high risk إن أنا يعني risk عالي جدًا أو مجازفة عالية جدًا، 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 إن أنا أكون ما جرّبتش عمري رسم الحِنّة في حياتي كلّها وآجي أجرّبه قبل فرحي.
لإن نسبة الناس اللي بتتحسّس من الحنّة عالية جدًا، لإن الحنّة بتاعة الرسم مش حنّة طبيعية، مش الحنّة اللي هي بتاعة العطّار الطبيعية الnatural اللي هي بتتجاب وتتنقع في مَيّة كذا ساعة وبعدين تتحط فتعمل لون، لأ، بيتحط عليها طبعًا مواد كيميائية بحيث إنّها تخلّي الرسمة لونها بُني غامق، يثبت فترة أطول شوية، فالchemicals دي طبعًا بتعمل مشاكل كتيرة، فممكن يكون high risk إن أنا آخُد التجربة بتاعة الحنّة، رسم الحنّة قبل فرحي على طول، لازم على الأقل أكون عاملة test قبلها بفترة. لو يعني حد مثلًا خلاص الوقت ضيّق معاه أوي، 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 ممكن بقى تلزق الstickers اللي هي العادية خالص اللي عليها رسومات، اللي هي دي بتتمسح يعني بعدها اللي هي بتتغسل بتروح في خلال 3، 4 أيام وبتبقى ظريفة يعني، لكن إنه حد ياخد الrisk بتاع الحنة قبل الفرح لأ. وبالنسبة للتاتو أنا بارجع برضه بأكد إنه أنا باتكلم على إجراءات التجميل بشكلٍ عام، مش باتكلم إن دي حاجة أنا باعملها أو ما باعملهاش، لكن إحنا بنتكلم كالعروسة بشكلٍ عام. لو هترسم تاتو أو حاجة من الكلام ده، برضه مش هنتطرق لقصة الحرمانية، لإن كل إنسان عارف إيه الحلال وإيه الحرام. أكيد طبعًا. لكن إحنا لو بنتكلم على الرسومات اللي هي اللي بالتاتو أو كده، بتبقى برضه قبلها مثلًا نقول شهرين، لإنه التاتو بيمُر بمراحل علشان بيعمل قشرة، آه. ممكن على بال القشرة ما تُقع واللون يتغيّر واللون يثبت والالتهاب يروح، يعني حلو جدًا إن أنا أكون بادية قبلها بشهرين حتى يكون اللون ثبت يعني وخلّص المراحل بتاعة التغيير اللي في الأول. هو الfiller بيقعد فترة قد إيه؟ لأ، ما فيش حاجة اسمها كده، لإنه ده ليه عوامل كتيرة. أول حاجة الbrand أو الماركة اللي أنتِ بتستخدميها، في براندات غالية بتقعد فترات طويلة، في براندات بتقعد فترات قصيرة، وبرضه مش معنى كلامي إنه الغالي هو اللي بيطوّل والرخيص هو اللي بيروح بسرعة، لإنه من نفس الماركة أو من نفس الbrand ممكن هو بيكون عامل كذا كثافة، فحاجة فيها بتقعد كثافتها عالية فبتقعد معانا فترات طويلة. وحاجة كثافتها منخفضة أو يعني بتبقى سايلة شوية، فبتقعد ما بتطوّلش. ده طب عامل ما من هو في يا العوامل دكتور، ما هاقاطع كلامِك، في ساعات الfiller يعني ناحية وناحية، يعني دي حاجات أنا شُفتها على أرض ما الواقع. دي حقيقة، ما أنا هاكمّل، وفي كمان في أجسام بتستهلك fillers بسرعة وفي أجسام لأ. في يعني في عوامل كتيرة ليها علاقة بإن الfillers بيقعد وقت قد إيه، بس إجمالًا ما عندكيش حاجة بتقعد أكتر من سَنة، ده بشكل عام. بالنسبة لإنه أنا الfillers ممكن ييجي حد عامل fillers في مكان وحاصل إنه ناحية غير ناحية، بالضبط. هو في الأساس الطبيعي إن كل إنسان عنده ناحية في وشه غير الناحية التانية. فطبعًا المفروض يعني الدكتور أو الأخصائي أو المسؤول عن القصة دي، بيحاول إن هو يقرّب الشكل من بعضه يعني. طيب حصل وإن أنا عملت كل ما في وسعي وبعد فترة لقيت إنه أنا عندي ناحية غير ناحية، بيبقى في retouch عادي بيتعمل تضبيط للتضبيط بقى، عشان كده إحنا بنقول إنه شهر يعني شهر minimum بيبقى حاجة كويسة، ما أجيش قبلها بيومين ب3 آخد الورم والزرقان يعني والجوانب يعني اللي هي الside effect بتاعة الحقن بصفة عامة، ما اجيش آخُدها بقى وأنا عروسة وفي حنّتي وفي كاتبة كتابي وفي فرحي وكده. ف فكل ما آخُد الfillers يعني قبلها شهر، شهر ونُص حلو جدًا، لإنه برضه أكتر من كده هيكون راح برضه، إحنا مش عايزينه يروح 100%. ف والbotox نفس الكلام، لو أكتر برضه من شهر هتخُشّي شوية في حتّة إنه خلاص يعني قرّب يروح، فشهر حلو أوي، أوي ومناسب يعني. أوكي. طيب دلوقتي إحنا البنت في يوم الفرح بتبقى قمراية وواثقة في نفسها وسُكّرة، تفضل بقى طول الشهر تعمل البِدع في نفسها، وتيجي يوم الفرح بتبقى فعلًا قمراية. تاني يوم الجواز، في مقولة كده بيقولوها أتمنى إن إحنا نشيلها من القاموس يعني، امسح مكياج صاحبتك تلاقي حمدي بنعمتك. إحنا بقى مش عايزين حمدي ده خالص، نسيب حمدي في مكانه. ما هو كل حد برضه مهمًا كان جميل، مهمًا كان جميل، لازم في ديفوهات، لازم في ديفوهات.
يا مثلًا بشرة مثلًا فيها حبوب، في مسامات واسعة، في شوية مثلًا علامات scars أو ندبات، يا حد مثلًا ممكن مناخيرها كبيرة شوية، حد عينيها ضيّقة شوية، واحدة مثلًا حواجبها خفيفة، واحدة رموشها خفيفة. إحنا الإجراءات التجميلية اللي بنعملها أكيد إن إحنا بنحاول يعني الحاجة اللي مضايقانا نعدّلها أو نحسّنها، لكن ده ما يمنعش إنه في الأساس إحنا كائنات جميلة. و و و وما ينفعش خالص حد يقول امسح مكياج وتبقى مش عارف إيه، لإن الثقة في النفس وتقبُّل الذات هو اللي بينقل للأطراف اللي حواليكِ إن كنتِ أنتِ جميلة أو لأ. في بنات كتيرة حلوة من كتر ما هي حاسة إنها مش حلوة، هي مش عارفة توصّل إحساس إن الناس يشوفوها إن هي كمان حلوة، لإن هي مش مقتنعة بذاتها، فإزاي اللي حواليها يقتنعوا بيها. وفي العكس في بنات يعني من ثقتهم بنفسهم حتى عيوبهم، حتى ديفوهاتهم هم متقبّلينها، فكمان اللي حواليهم متقبّلينهم. ف فطبعًا تقبُّل النَفْس شيء مهم جدًا. هننقل بقى على الشغل بتاعنا وعلى الكلام بتاعنا، في حاجات بتتعمل بتخلّي الإنسان من جوّاه مش متقبّل خلاص قصة الmakeup وأنا واحدة منهم. يعني أنا الحمد لله، الحمد لله باروح فرح، ما باروحش فرح، باعمل broadcast زي النهارده، في تصوير، في إعلان، في whatever. واصلة لقناعة إنه الmakeup حاجة مش ضرورية. هل معنى كده إنه أنا perfect؟ لأ، أنا مش perfect، أكيد عندي عيوب، بس أنا متقبّلة عيوبي ومتقبّلة شكلي. طَب إيه ممكن الحاجات اللي ممكن أكون بصفة عامة، مش باتكلّم عن نَفْسي، باتكلّم عامةً، تخلّيني أنا في غنى عن قصة الmakeup؟ بتبقى أغلبها الحاجات اللي ليها علاقة، لو هنتكلّم على في البيت، يبقى فيها ليها علاقة بroutines، إن أنا باختار روتين مناسب ليّا، سواء كان غسول، سواء كان كريم نهار، كريم ليل، متناسب مع حالة بشرتي أو متناسب مع نوع بشرتي. طيب لو أنا هاعمل إجراءات في center أو في clinic أو في مركز أو whatever، أو يعني الإجراءات اللي هي غير الكريمات أو غير الغسولات أو غير الroutines، ممكن نعمل فيه حاجات كتيرة ليها علاقة بالنضارة وبالvitamins بتاعة الوش تجديد النضارة بتاعة الوش وإزالة الخلايا الميتة من الوش عشان ما يبقاش الوش شاحب، فده حلو جدًا. لكن إن أنا يعني أهمل خالص، يعني برضه يعني مش ظريف أوي. لو أنا عايز أكون شايل من حياتي قصة الmakeup، شايل من حياتي قصة أي مستحضرات تجميل، لإن أغلبها برضه chemicals يعني. طبعًا باستثناء طبعًا البراندات الغالية دي بتكون طبعًا chemicals برضه، بس طبعًا بتكون يعني البشرة بتبقى مرتاحة شوية عليها، لكن مش كل بنت في استطاعتها إنها تجيب براند، مش كل بنت في أكيد طبعًا. استطاعتها إنها تجيب باديور ونينا ريتشي والبراندات العالية. ف ف فبالتالي أنا يعني لازم أعمل بقى حاجات تخلّيني في غنى عن الmakeup. فباكون في الحالة دي أنا بس أحاول أستخدم روتين مناسب ليّا، روتين مناسب لنوع بشرتي، مش قاعدة على اليوتيوب وقاعدة على تيك توك وقاعدة أشوف reels، فلانة ابتكرت ماسك فأنا هاعمله، فلانة دي ابتكرت حاجة منتشرة جدًا كريم أنا هاعمله. فعلًا. لأ، لإن الوصفات بقى اللي هي بتحطّي نشا على بيضة على مش عارف الوصفات، إيه. هي الوصفات الشعبي مش غلط، بس هي مش متناسبة مع كل الناس. يعني كان في كده فترة زمنية كانت الناس بتحُط زيت زيتون على بشرتها أو بتحُط جليسرين. هو زيت الزيتون ما أقدرش أقول عليه غلط، بس ما أقدرش تيجي واحدة بشرتها دهنية وعندها حبوب في وشّها وتستخدم الوصفة دي. الوصفة دي متناسبة مع بنت معيّنة، لكن صعب تعميمها. بالنسبة مثلًا وبرضه العكس، ما في وصفات مثلًا زي الماسك يعني في حاجات مثلًا ممكن شوية بتعمل جفاف للبشرة، ما تجيش واحدة بشرة جافة تقول لِك أيًا كان، مش هاتكلم على وصفة يعني معيّنة، ما تجيش بنت بشرتها جافة ونيجي نقول هتعمل الوصفة دي، ده فلانة عملتها وضبطت، ممكن فلانة دي بالصدفة بشرة مختلطة أو دهنية. فلمّا عملت الإجراء ده بقى مناسب معاها، تيجي واحدة تانية بشرتها جافة تيجي تعمله، هتبُص تلاقي لأ، مش نشّف لها وشها، شقّق لها جلدها، عجّل وسرّع بإنها تبقى عجوزة، ما تبقاش يعني جلدها مش مستريّح.
ف فيعني الوصفات الشعبي أو بتاعة العطار ما نقدرش نقول إنها غلط، بس ما نقدرش نعممها، يعني ما ينفعش أكون أنا قاعدة زي ما باقول لِك من شوية، قاعدة على فاتحة reels أو فاتحة تيك توك أو فاتحة أيًا كان، فلانة قالت وصفة دخلت جريت عملتها، ما فيش حاجة اسمها كده، ممكن متناسبة معاها مش متناسبة معايا، ده plus معلش برضه إن أنا هاتطرق لحاجة وإن كان برضه في ناس هيزعلوا منّي، إن في ترويج لمنتجات بتكون دعاية، يعني مين قال إن المنتج دوّة الtop وnumber one لمّا يجيبوا صيدلي أو دكتور أو whatever أو customer أو blogger أو whatever يقول لِك رتّبي لي أو رقّم لي المنتجات اللي قدّامنا دي من 1 ل10 فتقول ده 1 وده 10 وتبتدي ترقّم بناءً على إيه حطيت الترقيم ده؟ أنت ممكن تقيّمه على نَفْسك، ممكن أقول أدّي مثلًا المنتج دوّة 1 أو أدّيه 2 أو أدّيه 10 على نَفْسي، لكن ما ينفعش أقيّمه بصفة عامة، لإنه غيري لمّا ييجي يمشي على التقييم ده بنسبة كبيرة جدًا ممكن ناس كتير ما يمشيش معاها التقييم ده، صح، واللي بس أنت قُلت عليه 1 كان مناسب معاك واللي أنت قُلت عليه 10 مش مناسب معاك حسب حالة البشرة. طبعًا. طيب بالنسبة بقى للحبّاية اللي بتظهر في المناسبات، نتصرّف معاها إزاي؟ طيب هي بتعرف منين إن إحنا عندنا مناسبة؟ ده بُصّي، ده بيكون نتيجة الstress أو الضغوط أو مثلًا الضغوط بصفة عامة أو الstress الشعر والبشرة أكتر حاجة بتتأثّر. فالحبوب دي لو بصفة عرضية ممكن يا إمّا أسيبها، يا إمّا أجيب أي كريم مضاد حيوي أحُط نقطة عليه وخلاص على كده. ده بصفة ده يعني لو واحدة 2 كده مش الطبيعي بتاعي إن أنا بيظهر لي حبوب. لكن لو أنا الطبيعي عندي إن أنا بيظهر لي حبوب، يبقى أنت لأ، دخلت بقى في قصة ما تنفعش تختصرها بإن أنا هاحط حاجة topical أو أحط كريم على وشي، أو برضه هاشوف روتين أو حاجة من العطار أحطها، لازم أشوف سبب المشكلة عشان أعرف أحلها مضبوط، فبالتالي أعرف أتخلّص من الحبوب اللي مضايقاني. أوكي. طيب باختصار كده نصيحة لأي واحدة داخلة على وِش جواز. طيب أول حاجة هنقولها لكل عروسة داخلة على وِش جواز، من once اللحظة اللي أنتِ قررتِ فيها إن أنتِ ترتبطي أو تتخطبي، لازم هو دوّة يكون بداية إنِّك أنتِ تروحي لحد يتابع معاكِ إيه المشكلات اللي أنتِ مضايقاكِ عشان تحلّيها. زي ما قُلنا من أول الليزر بتاع إزالة الشعر، لو أنا خُدي بالِك مش شرط نعمل تاتو، في ناس بيبقى عندها تاتو عايزة تشيله يعني آه، قبل الفرح، ده حقيقي. وفي برضه يعني في بنات يعني ربنا يسعد الكل وكل حاجة، بس في بنات يعني من سوء حظها مثلًا بتكون مثلًا يعني كاتبة اسم خطيبها اللي كانت مخطوبة له قبل كده، فهتتجوز حد تاني مش بنفس الاسم، فتعمل إيه في مضطرة الحالة دي؟ تشيله طبعًا. بتضطر تشيله أو تrecover برسمة تانية أو whatever ودي حاجات بنشوفها كتير، أو طبعًا. بتبقى حافرة أول حرف من اسمه، يعني في حاجات كده، فحتى الناس اللي عايزة تشيل حاجة زي دي لازم تدّي لنفسِك مساحة، لازم تدّي لنفسِك سَنة في بالذات ما يتعلق بأمور الليزر. طيب أنا ما عنديش مشاكل ومش حاسة نفسي إنه أنا عندي حاجة معيّنة أو مش حاسة إن أنا ما عنديش شعر في جسمي وشعري ما بيُقعش وما عنديش أي حاجة، مجرد بس عايزة الاهتمام البسيط اللي قبل الفرح، يعني أعتقد إنه ممكن يكون شهر، شهر ونُص enough لو مش هاعمل إجراء من الإجراءات الطويلة يعني. يعني ممكن تتعمل مثلًا تنضيف بشرة على كذا step أو على كذا مرحلة أو كده. يعني بلاش نزنق نفسنا ونزنق الدكاترة اللي معانا في قصة إنه أنا فرحي كمان شهر. طب يا دكتور دلوقتي في بنات رايحة تعمل ليزر ومجرد ليزر عايزة تعمل إزالة شعر، إمم. فبعد جلسة أو 2 بيحصل لها غمقان، فالمصيبة تبقى مصيبتين، شعر زيادة وبيزيد وغمقان، فهي تعمل إيه في الحالة دي؟ وبتبقى عيب إيه أصلًا؟ آآ بُصّي، هو للأسف يعني إنه في ناس كتيرة مش فاهمة إن الليزر يعني فاهمة إن هو عشان أداة لإزالة الشعر، فهي أداة safe 100%. للأسف الليزر زيه زي أي حاجة لمّا بتستخدم خطأ ليها مشاكل، ومن ضمن المشاكل الحروق، ومن ضمن المشاكل الغمقان، ومن ضمن المشاكل إن الشعر يتحفّز، يعني يكون قليل ويزيد. طيب ده بيعتمد على إيه؟ بيعتمد على إنه الشخص اللي بيعمل الجلسة لازم يكون فاهم كل الأبعاد بتاعة الليزر وأبعاد الجهاز اللي في إيده، وأبعاد الجسم بتاع الشخص اللي قدّامي، بمعنى لمّا بيكون الشخص مثلًا أسمر وشعره مثلًا غامق، غير لمّا بيكون شخص أسمر وشعر جسمه فاتح.
غير لمّا بتكون بيضا وشعر جسمها فاتح، وبيضا وشعر جسمها غامق، فهي في عوامل كتيرة. فلو الشخص اللي قاعد فاهم إن أنا هادوس على الزرار وابتدي أشتغل الtechnician أو كده، اللي ماسكة الجهاز تمسك وفاهمة إني هادوس على الزرار وابتدي أشتغل لدي زي دي، زي دي، زي دي، هو ده اللي بيعمل مشاكل. ف ففي في ناس بتتعرّض لغمقان، في ناس بتتعرّض لتحفيز الشعر. فبصفة عامة هنتكلّم يعني باختصار عشان الليزر ده أصله موضوع كبير، هو عمره ما نختصره في كلمة أو كلمتين. الشعر لمّا بيكون أشقر أو رفيّع بيبقى ليه أجهزة مناسبة ليه، على سبيل المثال أجهزة الدايود كلّها. أوكي. ولمّا بيكون الشعر تخين والبشرات فاتحة، بيبقى متناسب معاهم بقى الأجهزة اللي هي زي الكانديلا ومشتقاتها يعني، كل الأجهزة اللي نازلة تحت يعني، اللي هي الكانديلا ومسمياتها بقى اللي تحتيها. ف فمهم جدًا إن أنا أعرف آآ لوني وحالة بشرتي، عشان أبتدي أشوف أنا ممكن أتوجه لمكان أو لclinic طبيعة الجهاز عنده إيه متناسبة معايا أو لأ. دي حاجة. حاجة تانية، من الأمانة إنه أنا لمّا أكون عارف إن الجهاز بتاعي مش هيجيب نتيجة مع العميلة الفلانية، أقول لها لأ شوفي clinic عندها جهاز الفلاني. وده في ناس كتيرة يعني نقول مثلًا بنسبة 50% في ناس عندها أمانة، تقول لِك لأ والله أنا الجهاز اللي معايا مثلًا ما ينفعش مثلًا لا شعر ضهرِك ولا بطنِك مثلًا رفيّعين، مش هيجيب نتيجة، ولو عملنا هيحفّز الشعر وهيتقّل الشعر. فأنتِ مثلًا حاولي تدوّري على جهاز حاجة زي دايود مثلًا، فهو ده مناسب أكتر. فتبتدي العميلة تsearch مثلًا حسب المنطقة اللي ساكنة فيها على أقرب clinic في الجهاز ده وتتوجّه ليه. لكن إن أنا أبُص للعميلة إن هي جات خلاص طالما العميل جِه أعمل له بالجهاز اللي عندي مناسب ليه، مش مناسب ليه، لأ هي فلوس داخلة وخلاص، لأ طبعًا ده مش صح. طب فمهم إن أنا أروح مكان سُمعة المكان طيبة، يعني سُمعة المكان إن الناس يعني بتشكر فيه، ما فيش فيه منّه مشاكل، ما فيش منّه حروقات. الدكاترة القائمين على المكان مهتمين بالجهاز واللي بيعمل الجلسات على الجهاز. يعني كل ما بيكون أنا رايح لمكان سُمعة المكان كويسة وما فيش منّه مشاكل، يبقى أنا كده ماشية مضبوط. لكن بقى عارف مثلًا إن فلان إن في أماكن معيّنة لمجرد إنها رخيصة الناس كلّها بتروح لها، مشاكل كتيرة، ونازلين black list ومش عارفة، وناس تهاجمهم على طول ويعملوا لهم بلوكات ومش عارف إيه والقصص دي. يعني أبعد عن مكان زي كده بصفة عامة، أبعد عن المشاكل، أروح مكان يكون أغلب الناس اللي فيه ما بتشتكيش منه، فيبقى أحسن. طب هو دلوقتي يعني أي في أماكن كتير بتقول لِك هنخلّص الجلسات وفي الآخر نعمل تقشير، فالتقشير بيعمل تفتيح لو حصل غمقان، الكلام ده صح؟ هو الكلام ده صح، بس أنا ليه أعمل غمقان بعديه أعمل تقشير؟ هو طبعًا صح، بس يعني صح لو خلاص ما فيش اختيار تاني، يعني حصلت وقعت المشكلة والعميلة خلاص اتحرقت، خلاص يعني وحصل غمقان. مش حرق، مش معنى كلمة حرق يا جماعة إن الكلمة كبيرة، المنطقة يعني دي لسعت احمقِّت. شوية فطبعًا عملت قشرة، فمكان القشرة عامل مكانه spot غامقة، فطبعًا التقشير بيحل المشكلة دي. ما فيش شك يعني. بس ممكن على حظِّك تعمل لِك تقشير تحرقِك بقى، يعني أنتِ كنتِ رايحة لها بمشكلة صغيرة تعمل لِك مشكلة في كده مكان المشكلة بقت أكبر. 3. لأ، ما هي طبعًا دي كده مش أيوه دي حقيقة. فعشان كده باقول لِك يعني كل ما تكوني متوجهة لمكان سُمعة المكان محترمة وسُمعة المكان طيبة وما فيش طالعة منه مشاكل، أنتِ غالبًا كده بتكوني ماشية على الtrack المضبوط. يعني أنا باستغرب بجد، باستغرب أماكن يبقى تقريبًا daily صاحب المكان ممسوك كل ده كل يوم، وهو ماشي بجردات عشان عامل مشاكل مع العُملا. ده الكلام ده موجود، مش حاجة يعني موجودة، لو على الميديا بتلاقي والدكتور أو الدكتورة ماشية بجردات عشان العُملا ما يضربوهاش من كتر المشاكل اللي عاملاها، والناس لسه بتروح لمجرد إنها عاملة offer أو لمجرد إن أسعارها رخيصة. لأ، ما فيش حاجة اسمها كده. طب ما أنت شايف بعينك إن هم عاملين مشاكل، بتروح لهم ليه؟ فكل ما لناش دعوة بقى بالأسعار، كل ما باروح مكان أيًا كان سعره، أيًا كان مكانه، حتى لو الخدمة أعلى، بس المكان ده ما في يعني الريفيوهات عنه كويسة، أو في ناس كمان مش معتمدة خالص على الميديا، بس بصفة عامة يعني أصحابي اللي راحوا، قرايبي اللي راحوا مرتاحين من المكان، أروح أنا كمان. لكن عشان أكون عارفة إن المكان عامل مشكلة وأروح له، لأ، ما تجيش تشتكي بقى، لإنه هو يعني غالبًا بتبقى
زي ما في ناس جالها مشاكل أنت كمان ممكن تروح تيجي لك، وممكن ما تجيلكش، بس ده هيبقى حظ. البشرة البيضا والّا البشرة السمرا فيها مشاكل أكتر؟ لأ، هي دي برضه كل حاجة للأسف ليها مميزاتها وليها عيوبها. يعني البشرات كل ما بتكون فاتحة، كل ما بتكون يعني أكتر عُرضة ربنا يعافينا عُرضة للكانسر بتاع skin cancer مثلًا. أوكي. على جانب مثلًا آخر البشرات الغامقة هي الأكتر عُرضة بطريقة كبيرة جدًا، 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 جدًا للتصبُّغ، لدرجة إنِّك مهما تحاولي يعني يحاول يشيل التصبُّغات اللي عنده maybe ما تروحش، في حين مثلًا البشرة البيضا ممكن تروح، لو أي مشكلة فيها تصبُّغ ممكن يعني ممكن يتشال وممكن يروح، ممكن الأسمر يا عيني كل ما يحاول يعني يشيل التصبُّغ يروح زايد معاه أكتر. ف ف فقصة أبيض أو أسمر يعني حسب لأ، ده ليه مميزات وعيوب ده ليه مميزات وعيوب. يعني الاتنين فيهم مشاكل. زي نفس الفكرة بتاعة البشرات الدهنية والبشرات الجافة. آه. البشرات الدهنية مثلًا المشكلة الأساسية خالص اللي بتصادفهم قصة الحبوب، دي حاجة مفروغ منها. لكن بتبُصّي بتلاقي مثلًا على الأعمار مثلًا عدّيتِ ال40 اللي كانت عندها حبوب وهي صغيرة، بشرتها بكامل كفاءتها لإن الدهون عاملة مرونة في البشرة، اللي كانت وهي صغيرة بشرتها جافة وما عندهاش حبوب، ابتدى يبان عليها علامات السِن والتجاعيد أسرع من اللي بشرتها دهنية. معقولة! طبعًا الأ ال ال البشرات الجافة بيبان عليها العجز أكتر بكتير من البشرات الدهنية. فقصة إنه مين أحسن الجاف والّا الدهني كل حاجة ليها مميزاتها وليها عيوبها. طيب إيه الحاجة اللي تنصحي البنات بيها إن هي تسيب المنتج اللي يسيبوه في شنطتهم دايمًا عشان طول الوقت هيستخدموه، طول الوقت يحافظ على نضارة بشرتهم، وحاجة في الروتين اليومي بتاعهم، حتى ساعة الفرح أو بعد الفرح، يعني إن هم يكمّلوا بعد الفرح في شهر العسل مثلًا، إن هم طول الوقت محافظين زي ما كانوا يوم الفرح. هي الحاجة اللي هنتكلم عنها من الحاجات المهمة هي الsunscreen أو الsunblock بجودة عالية واللي غالية، لإن مهمًا كان الsunblock أو الsunscreen هو يطلع ينزل هي chemicals برضه. ولمّا بيكون المنتج برضه مجهول المصدر أو مش غالي أوي أو يعني شعبي زي ما بيتقال، عشان بنجيبه مجرد إن سعره رخيص، للأسف ممكن يضر أكتر ما ينفع. فهنتكلم على إنه الsunscreen ممكن يكون من الحاجات المهمة لو أنا هاسافر وهاطلع للشمس، لكن برضه الاستخدام عمّال على بطّال ما بيبقاش ظريف حتى لو كان sunscreen. يعني ممكن sunscreen خلاص أنا عارفة إن أنا طالعة في مثلًا في منتصف اليوم والشمس هتبقى قوية عليَّ، وأنا خلاص طالعة وهاتعرّض للشمس مثلًا بقى مسافرة شهر عسل زي ما بتقولي، هاقعد مع جوزي على البحر أو whatever خلاص تمام. لكن لو أنا مثلًا بانزل من قبل المغرب بساعة، ما ترهقيش بشرتِك بقى بchemicals حتى لو كان غالي. ما استخدمش حاجة. لأ خلاص بقى، خلاص مش هتستخدمي حاجة ما هاقول لِك هو مهمًا كان brand هو برضه عبارة عن chemicals، ما هو تطلعي تنزلي هو chemicals، استخدام المُفرط للكيماويات عمره ما كان صح. هو ليه وظيفة معيّنة بيأدّيها، خلاص عملها يعني في عدد ساعات معيّنة خلاص عملها، غير كده يعني ما لهوش لازمة إن أنا أستخدمه، راحة قبل المغرب بساعة ما لهاش لازمة ما تحطّيهوش. لأ، طب ما ممكن تحط كريم مرطب عادي، يعني ما حاجات هو ما اللي هو هي ما هو أنتِ كريم مرطب ده لو هي بشرة دهنية ما إحنا ما هو ده اللي أنا باقول ما ينفعش يا جماعة نعمم ليه؟ كريم مرطب وأنا بشرة دهنية أروح راجعة من الساعة بتاعتي اللي رُحتها قبل المغرب دي، راجعة وشي مساماتي مقفولة ومليان حبوب، لأ ما أنا لو بشرتي جافة أو برضه هاجاوب على السؤال بطريقة أوسع شوية، أنتِ قُلتِ لي إيه المنتج أو إيه الحاجة اللي بتتحط في الشنطة بشكل أساسي، المنتج اللي البنت أو العروسة أو اللي هي مُعتادة على استخدامه بقى لها فترات وهو ده اللي بيجيب معاها نتيجة، أيًا كانت بقى إذا كانت بشرة دهنية أو جافة أو أيًا كان المنتج اللي مريّحها أو الغسول اللي مريّحها أو التونر اللي مريّحها أو الحاجات اللي هي متعوّدة عليها وما بتعملش معاها مشاكل، الشامبو اللي هي معتادة عليه، هو ده اللي هي هتكمّل بيه تروح بيه شهر العسل أو تحطّه في شنطتها أو تاخده معاها.
طبعًا بس note كده في الجنب على بنقولها كده side note وهنرجع تاني، إن أنا برضه حتى لو في روتين مريحني لازم بافصل بعد كذا شهر من الاستخدام، بافصل بحاجة تانية بعدين أرجع له، لإن برضه استخدام نفس المنتجات أو نفس الروتين على فترات طويلة بيخلّي الجسم يresist أو يقاوم، فبيبطّل يدّي معايا الeffect الجميل اللي أنا كنت حابّه، فبافصل شوية وأرجع له تاني. يعني أبطّله فترة وأرجع أستخدمه تاني؟ أوكي. بتوقّفيه بقى بتبتدي تشوفي نوع تاني، براند تاني، والله أنتِ وحظِك، ما يمكن البراند التاني يطلع أحسن من اللي أنا كنت عليه، وارد، وممكن يكون مش بنفس الكفاءة، فخلاص بارجع تاني على المنتج اللي أنا متعوّدة إن أنا أستخدمه. فدايمًا ما تاخدوش التجارب بتاعتنا وأنا لسه عروسة، ما أجيش أنا لسه عروسة فسمعت إن فلانة جابت كريم معيّن رُحت حاطاه في شنطتي وأنا مسافرة، عمل لي complication، عمل لي تصبُّغ، وسّع لي مساماتي، قشّر لي وشّي، يعني مش عشان أنا سمعت حاجة أروح حاطاها في شنطتي وأنا مسافرة أو وأنا عروسة، المنتج اللي أنتِ معتادة عليه هو ده اللي هيبقى ملازمِك أو مصاحبِك في الشنطة، لكن طَب أنا سمعت إن كذا حلو، جرّبيه قبل الفرح أو جرّبيه فترة قبل الفرح، مش قبل الفرح بيومين 3، جرّبيه مثلًا قبل كذا شهر من الفرح، تشوفي الeffect بتاعه إيه لقيته معاكِ، أشوف، لإن مثلًا في ناس كتير بتتكلّم هنتكلّم على مادة فعّالة مش باتكلّم على brand، على الريتينول حفاظ على الشباب الدايم والكلام ده، أفاجئِك إن مش كل الناس بينفع معاها. لأ وساعات بيعمل حبوب مع ناس بيعمل تانية. وساعات بيعمل صح، تشقُّقات، وساعات بيعمل نشفان، وساعات صح. بيعمل التهاب، بيعمل تهيُّج، بيرقّق الطبقات الجلد، تبقى على حسب فخلّيكِ كل بشرة بقى. على حسب كل بشرة، وعلى حسب الbrand اللي أنا مشتريه، وعلى حسب طريقة الاستخدام، يعني ممكن يكون الريتينول مناسب وبيجدد الشباب وكل الكلام ده، ده شيء طبيعي، بس ممكن لحالتي أنا مثلًا أستخدمه مدى الحياة بس كل أسبوع يوم، مش كل يوم لمدة أسبوع لمدة طول عمري. وفي ناس ممكن يبقى كل 3 أيام بتستخدمه، وفي ناس ممكن تستخدمه صبح وليل. ع في في فعلًا ناس في كده، بتستخدمه صبح ما أنا وليل. باقول لِك هو يعني ما لازم حد فاهم يوجّهني أعمل إيه، أو لو أنا ما باحبش ألجأ لحد خالص، بتجربتي هاجرّب، أكيد عمرِك ما هتجرّبي وأنتِ لسه عروسة أو أنتِ لسه في شهر العسل، خُدي تجاربِك وأنتِ ما عندكيش أي مناسبة، خلاص جرّبت وضبط معايا وتمام، خلاص يبقى ده الروتين اللي هيبقى الروتين بتاعي. لكن بلاش نخوض تجارب قبل الفرح أو لو إحنا عرايس يعني. تمام، طبعًا أنا عايزة أقول لكل الناس اللي بتتفرّج علينا وشافت الحلقة، لو احتجتوا أي حاجة من اللي اتكلّمنا فيها في الحلقة من دكتورة إنجي عزّوز، طبعًا ما تفكّروش مرّتين، هتروحوا لها على طول، وهاسيب لكم أرقام التواصل في الdescription تحت. طبعًا يعني كلمة السر على وِش جواز، أكيد يا دكتور صح؟ أكيد طبعًا يا حبيبتي، أنا يعني باتشرّف إن أنا معاكم النهارده ومبسوطة بيكم جدًا. نورتينا يا دكتور، ميرسي. ميرسي جدًا لحضرتك، ميرسي جدًا ليكم، شرفتنا دكتور إنجي عزوز في بودكاست على وش جواز، كانت معكم رانيا الدويك.